في فرق كبير بين إن الأب يكون البعبع اللي بنهدد بيه الولاد وبين إنه يكون البوصلة اللي بيرجعوا ليها. دور الأب المعنوي أهم بمراحل من الدور المادي، وإحنا محتاجين نرجع الأصول دي لبيوتنا. حضور الأب في حياة الولاد هو اللي بيبني الثقة. الأب مش مجرد مصدر للفلوس، الأب هو اللي بيرسخ قيم الرجولة والاحتواء في البيت. لازم يكون للأب قعدة أو خروجة خاصة مع كل ابن أو بنت لوحدهم حتى لو مرة في الأسبوع، من غير كلام في المذاكرة أو المشاكل. القعدة هي دي اللي بتبني رصيد الحب اللي بنسحب منه وقت الأزمات. بلاش تكون كلمة الأب هي التهديد الأخير. الأب الناجح هو اللي ابنه يروح يحكي له نصيبة عملها وهو متأكد إنه باباه هيحميه ويوجهه مش هيجلد. أهم درس رجولة بيتعلمه الابن وأهم درس ثقة بتتعلمه البنت هو طريقة تعامل الأب مع الأم. احترامك لزوجتك هو اللي بيبني هوية ولادك. الأب هو اللي بيحط الخطوط العريضة للأصول والالتزام، بس بلمسة حب تخلي ابنك عايز يقلدك حباً فيك مش خوف منك.